ليبيا وقبائل الليبو تحت السيطرة المصرية. تبدأ الحكاية بعد وفاة الملك العظيم أحمس الأول، وانتهز قبائل الليبو اللي هي ليبيا حاليا حدث الوفاة ده في إنهم يشنوا حملات على الدلتا علشان يسيطروا عليها، وده لأن الملك أمنحتب الأول وريث العرش كان لسه صغير وكان تحت وصاية الملكة أحمس نفرتاري أمه. وأول ما تولى الملك أمنحتب الأول حكم مصر وبقى الملك الرسمي، نظم جيشه وانطلق على ليبيا لتأديب قبائل الليبو المتعدية على الأراضي المصرية، وبالفعل نجح في السيطرة على ليبيا وضمها لحدود المملكة المصرية العظيمة، وبكده أمن حدود مصر الغربية ونشر الثقافة والديانة المصرية القديمة ما بين قبائل الليبو، واتطبعت في عصره بطبع المصريين، كما إنه مدد حدود المملكة المصرية في آسيا وسيطر على سيناء، ومن ناحية الجنوب حتى الشلال الثالث في أفريقيا بسيطرته على السودان، ومن ناحية الغرب بسيطرته على ليبيا. ودي ما كانتش نهاية توسعات حدود المملكة المصرية العظيمة، بل دي كانت بداية سيطرة مصر على العالم.